بيبدأ الفيلم بجيمي وهو لسه صاحي من النوم ويفضل يلعب مع بنته لحد ما بتوصل المربية بتاعتها ويسيبها معاها وينزل عشان يروح شغله ويركب العربية مع صحابه اللي كانوا مستنيينه، وكان من ضمنهم أخوه مايكل. وكان مايكل ده بيتكلم معاهم طول الطريق ويحكي لهم عن بطولاته في البحرية لما كان من ضمن الجنود اللي شاركت في الحرب. ورغم إن مايكل كان هادي ومتفائل، لكن جيمي كان متوتر وخايف لأنهم رايحين يسرقوا البنك. وبنعرف إن جيمي ومايكل وأصحابهم كانوا جنود سابقين في الجيش ودخلوا كلهم في حروب قبل كده، لكن لما الحرب انتهت مفيش حد منهم عارف يعيش حياته بشكل طبيعي، وعلشان كده قرروا يشتغلوا في السرقة. ولما يوصلوا للبنك اللي هيسرقوه بينزلوا كلهم ويقسموا نفسهم لفريقين، فريق بيأمن خروجهم برا البنك والفريق التاني بيدخل البنك، واللي كان من ضمنهم جيم ومايكل. وأول ما بيدخلوا البنك بيهجموا على رجال الأمن وكل الموظفين اللي هناك ويأمروهم ينزلوا كلهم على الأرض ويتعاونوا معاهم وإلا كلهم هيموتوا. ويمسك مايكل مدير البنك وبيضربه علشان يعترف على الأرقام بتاعة الخزنة، لكن المدير رفض في البداية، وساعتها مايكل فضل يضربه بكل عنف لحد ما قال لهم على الأرقام، وقدروا يفتحوا الخزنة وخدوا منها كل الفلوس اللي فيها وخرجوا بسرعة من البنك. وساعتها اتفاجئوا بعدد كبير من رجال الشرطة وهم بيضربوا عليهم نار ومحاوطينهم من كل مكان. ودخل فريق جيمي ومايكل في قتال معهم بالأسلحة ودارت حرب شرسة بينهم. ورغم إن الفريق بتاعهم كان عدده قليل قدام رجال الشرطة، لكن كلهم كانوا متدربين كويس وقدروا يتصدوا ليهم وقتلوا عدد كبير منهم. بس رجال الشرطة هم كمان حاولوا يسيطروا على الوضع وقتلوا معظم العصابة بتاعة جيمي، واضطر ساعتها جيمي ومايكل إنهم يهربوا من قدام البنك بصعوبة ويخدوا معاهم صديقهم المصاب ونص الفلوس اللي سرقوها. وطول الطريق كانت عربيات الشرطة بتطاردهم ويفضلوا ينزلوا من عربية ويركبوا عربية تانية لحد ما وصلوا للعربية الأخيرة بتاعتهم وخدوها ويهربوا برا المنطقة كلها بأمان. وفي نفس اليوم بالليل بيوصل الضابط فرانك من المباحث الفيدرالية لأنه هيحقق في القضية بنفسه. وفي البداية حاول يفهم الوضع واتكلم مع مجموعة من الرهاين واللي كان من ضمنهم إيفا موظفة البنك، وكمان اتكلم مع رجال الشرطة اللي حاولوا يقبضوا على المجرمين، ويفهم إنه بيتعامل مع ناس متدربين على أعلى مستوى ومش مجرد لصوص عاديين. وكمان عارف إن في موظف من البنك كان متعاون معاهم وبيبلغهم بكل حاجة. وفجأة بتدخل عليهم إيفا اللي بنعرف إنها مرات جيمي وأم بنته، وكانت متضايقة جدا من مايكل لأنها كانت حاسة إن هو السبب في اللي حصل، لأنه ضيع وقت كبير في البنك في الاشتباك مع المدير بتاع البنك. بيكون في الوقت ده فرانك في المكان اللي فجروا في العربية وبيسمع معلومات من رجالته عن الحادثة. وبالنسبة لجيمي وصحابه فراحوا لصاحبهم اللي بيشتغل مسعف علشان يعالج المصاب واللي كانت إصابته شديدة وعنده نزيف وبيدوله فلوس لكده. وهم هناك بيجي اتصال لجيمي من بيل بيعرفوا إن سنوزي طلب 70% من الفلوس ويوافق على كده بدون علم أخوه. وفي الوقت اللي حدده بيوصل رجالة سنوزي معهم المبلغ، لكن مايك ما بيعجبوش الكلام ده واتفاق جيمي معاهم، وبيحصل مشادة مع بيريل أخوه وبيشتبكوا مع بعض وبيحصل ضرب نار، لكن بيتغلب مايك وجيمي عليهم ويموت بيريل اللي بيتضح إنه أخو نوزي اللي بيتوعد بالويل اللي قتلوه. وبعد كده بيرجعوا لبيل ونلاحظ تعافي زميلهم اللي كانت إصابته شديدة، ويكون مايك متضايق من جيمي لأنه ورطهم مع زعيم عصابة زي سنوزي وينفعل عليه ويقول له إنه ما عادش عايز يعرفه تاني. فبيظن جيمي إن إيفا السبب وبيغلط فيها فبيركبوا في وشه ويشتبكوا مع بعض، وفي نفس التوقيت بيهجم رجالة سنوزي عليهم وياخدوهم معاهم. أما في مبنى الشرطة فكان فرانك والمساعد بتاعه اللي جاب له تقرير عن مرات جيمي وقالوا إنها سرقت قبل كده وهي عمرها 13 سنة وإنها لسه بتدفع أقساط بيتها. ويدخل عليهم واحد بيقول لهم على خبر بيريل والرجال اللي معاه اللي اتقتلوا، وبيعرف ساعتها فرانك إن سنوزي ده زعيم عصابة وإنه بيملك نادي وبيكون موجود هناك. وعند الشرطة كانوا بيحققوا مع الموظف اللي أعطى معلومات للعصابة ويقول لهم إنهم هددوه يضربوه بمسدس ويطلب منه فرانك معلومات أكتر. فبيحكي عن مايكل وجيمي ولحد ما بيجي عند وصف الوشم اللي على دراع مايكل. هنا واحد من اللي واقفين وكأنه افتكر حاجة فبيكلم حد معين ويقوم بعت له صورة لجيمي ومايكل، فالمساعد بيوريها للموظف اللي بيأكد إنهم هما
وساعتها بيكون عارفهم وعارف إنهم كانوا ضباط في البحرية الأمريكية وإن مايكل كان مسجون، وبيحكي الكلام ده لفرانك اللي بيؤمر بنشر الصور دي في وسائل الإعلام، وبيحصل ده بالفعل. وأما جيمي ومايكل وإيفا وصاحبهم فبيخطفهم سنوزي وبيحجزهم في بدروم النادي الليلي بتاعه، وبنلاقيهم كلهم متربطين وجيمي مغمى عليه، وبنلاقي إيفا بتنادي عليه وهو بيبتدي يفوق، ومايكل بيقول لهم أنا آسف، أنا هقوله إن السبب في كل اللي حصل. بيرد عليه صاحبهم إنهم كده كده هيقتلوهم، ويكلم نوزي ويقول له إن هو اللي قتل أخوه. أما جيمي فكان كل همه يحمي إيفا، فيقول له خد $1,000,000 وما تلمسهاش خالص. فبيقعد مايكل يستفز في نوزي ويتكلم معاه عن قتله لبريل أخوه وتفاصيل ده، وإن إزاي بريل قعد يتوسل ليه قبل ما يضربه بالرصاص. فبينفعل نوسي ويقول لهم عارفين العلبة دي فيها إيه، ويشاور على علبة بلاستيك قدامه دي فيها حمض كبريتيك ممكن يحول الإنسان لشوربة، ويشاور للمساعد بتاعه في يشيل العلبة دي ويصب منها على صاحبهم اللي بيصرخ ويتوسل ليه ويستغيث بيهم، ويقعدوا يقولوا له إن في فلوس كتيرة معاهم، لكنه مش بيسمع حد. فبيتنرفز مايكل جدا ويقول له إنه هيقتله وإنه هيندم على كل عمايله. فيبص لهم نوسي ويقول لهم أنا سامع إنكم إخوات، ويقوم جايب علبة الحمض ويروح ناحية جيمي المتعلق بالسلاسل، وتقعد إيفا تصرخ وتستغيث بمايكل إنه يعمل حاجة. فبيتعصب جدا ويحاول يفك نفسه، فبيمسك إيده ويضرب بالمسدس على السلاسل اللي في إيد جيمي فبتتفك، وبينزل على الأرض وبيحمل سلاح رشاش وبيبتدي يضرب هو ومايكل، بيضربوا كل الرجالة الموجودين. وفي شارع تاني كانت ماشية عربية الشرطة اللي راكبها فرانك ورجالته، وجات لهم إشارة إن في ضرب رشاش في مكان معين، ويكون في ذات التوقيت التانيين خرجوا الشارع. يبص مايكل لجيمي ويقول له على إيفا خدها وامشي يلا، وإيفا ما بتصدق تسمع الكلام ده وتشد جيمي من إيده وتجره، وبيمشي مايكل في اتجاه تاني. لكن وجيمي وإيفا ماشيين بيقابلوا عربية شرطة بينزل منها ضباط ويطلبوا منهم يسلموا نفسهم. فيطلع جيمي مسدسه وهيبتدي يضرب، فبتمسك إيفا إيده وتقول له لا ما تضربش علشان خاطر جون اللي هي بنتهم. فبيسلم فعلا ويطلبوا منه ينزل ببطء ويحط سلاحه على الأرض، فبيعمل ده وهو بيقول لها ترجع لورا، ويسمعوا كلامهم وينزلوا على الأرض الاتنين. بعد ما بيعملوا كده بيتفاجئوا بمايكل وراهم فاتح نار الرشاش اللي معاه على الشرطة فقتلهم كلهم، بعد ما بيكونوا بعتوا إشارة إنهم بيواجهوا حد من المطلوبين في حادث سرقة البنك. ويقوم شايل من صدر الشرطي جهاز الإرسال اللي بيسمع منه، ويجري جيمي وإيفا بعد كده ويسيبوا مايكل اللي لسه هيبتدي يمشي، ويلاقي قدامه عربية فرانك فبيضرب عليهم النار ويشتبك معاهم وينزلوا من عربيتهم وبيضربوا عليه النار. ومن بعيد بيبص عليه جيمي وكان كأنه بيفكر يرجع لأخوه تاني، لكن إيفا شدته ومشي ويكملوا طريقهم. وبنرجع لمايكل وفرانك اللي لسه بيطاردوا بعض، وبتوصل قوات تعزيز من الشرطة اللي طلبهم فرانك، ويستمر ضرب النار ما بين مايكل وقوات الشرطة لحد ما بيهرب. وبيخرج فرانك ورجالته ومايكل، وكل فريق بيتحمى في عربية ويتبادلوا ضرب النار، لكن مايكل بيتصاب. فجأة بيقوم من مكانه مايكل ويكمل جري ويحاول يهرب منهم ويجري وهم وراه. وبتستمر المطاردة في الشوارع لحد ما بيدخلوا شارع هادي وظلمة وبرضه بيطاردوه. وفجأة بيدخل واحد منهم ويقول أنا لقيت دم، ويمشي ورا نقط الدم ويدخل في حتة ظلمة. وفجأة بيهجم عليه من وراه مايكل ويحاوط رقبته، وكلهم بيفضلوا موجهين أسلحتهم ليه، ومنهم طبعا اللي معاه بندقية القناص، لحد ما بيضرب عليه طلق ناري وبيقع. ويقوم فرانك يجري عليه، وبنلاقي زميله اللي كان لسه مايكل ماسك رقبته بيطلب إنهم يبعتوا لهم عربية إسعاف، وبيسألوا فرانك أخوك فين؟ بيرد إنه ميت، ويتكرر السؤال مرتين ويجاوب نفس الإجابة. أما جيمي وإيفا بنلاقيهم ركبوا أتوبيس ويوصلوا مكان معين ويسيبها وينزل بعد ما يأكد لها على حبه ليها ولبنتهم. وفي المكان اللي كانوا محبوسين فيه مع نوسي بنلاقي فرانك وفريق من الشرطة بيبحث هناك، ويلاقوا جثة صاحبهم اللي كان مساعد نوسي دلق عليه حمض الكبريتيك، ويلاحظوا على الجثة نفس الوشم اللي كان عامله مايكل، ويقعدوا يدوروا على أثر لجيمي وما كانوش لاقيين. فبيقتنع وقتها إن هو مات فعلا. وفي يوم تاني بيروح فرانك لإيفا في بيتها ويخبط على الباب، فبتفتح له وهي شايلة بنتها الرضيعة هيفكرها بنفسه،
ويسلم عليها وكان على وشها آثار من المطاردات، فبتقوله إنها وقعت من على السلم ويكون منتظره بره المساعد بتاعه. فبتبتسم إيفا لفرانك وتعرفه إنها فاكراه ويقول لها إن بنتها جميلة، ويكمل كلامه إنه سمع إنها عملت عملية كبيرة وهي بتأيده في الكلام ده، وبتقوله إن البنت بالفعل عملت عملية في القلب لأنها مولودة بمشكلة فيه. فبيستغرب إن تكاليف العملية دي بتكون كبيرة قوي، فبترد عليه وتقوله إن إحنا جمعنا مبلغ كبير من التبرعات وفاعلين الخير علشان العملية. ويقول لها هو أنت ليه بتتكلمي بصيغة الجمع؟ فبتقوله إنها تقصد هي وبنتها وإن ربنا وفقهم لكده. ويسأل عن أبو البنت، فبتقوله إنه مات، ويعرفها إنه عنده طفلة لكن أكبر من بنتها ويوريها صورتها، فبتقول إنها فاتنة وهو بيأيدها في كلامها. ويكمل كلامه إن هو وأمها على خلاف وإن ده بيأثر على البنت نفسيا. بترد هي عليه إن هو المفروض ما يتخلاش أبدا عن بنته ولازم يفضل معاها حتى لو بعد عن أمها لازم يكمل معاها. وبتحكي له عن أبوها اللي سابها وهي صغيرة وإن البنت لازم بتكون محتاجة لأب، ويرد عليها إن نصيحتها غالية جدا وإنه بيشكرها عليها، أما هي تمنت له يوم سعيد فخرج وسابها. كلم صاحبه بره البيت ووضح له إن القبض عليها حاجة ملهاش لازمة لأن كل العصابة ماتت وإن الفلوس رجعت تاني، وهي لو اتقبض عليها هتتسجن وبنتها هتدخل دار الأيتام. وفي نهاية الفيلم بنلاقي جيم اتجمع مع إيفا وبنتهم في جزيرة، والبنت كبرت وبقت طفلة حلوة وعايشين حياتهم في سلام. وكده انتهى فيلمنا. يا رب يكون عجبكم. اللي عاوز يتابعنا ياريت يشارك ويفعل زر الجرس.